السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل عجينه الطعميه بقى. واحده من متابعيني بتقولي انا كل ما اعمل عجينه الطعميه بتبوظ مني، فانا عايزاكي تعملي عجينه الطعميه وتنزليها على القناه وتمشي خطوه بخطوه فيها عشان اتعلم منك واعرف هي ايه بتعمليها ازاي، لان انا عملتها كذا مره عجينه الطعميه وباظت مني وما طلعتش حلوه وباظت، كل ما اعملها تبوظ مني. فبتقولي انا عايزاكي ايه يا حبيبه قلبي تمشي خطوه بخطوه في عجينه الطعميه عشان اتعلمها منك، لان انا كل ما بعملها بتبوظ، وجوزي بدا يزعقلي ويقول لي ما تعملهاش تاني عشان انت ما بتعرفيش تعمليها. فانا بتقولي نفسي اعملها وما تبصي مني، فعايزاكي لو سمحتي تمشي خطوه بخطوه كده في عجينه الطعميه عشان اتعلم منك فيها. فانا النهارده همشي خطوه بخطوه معاكم حبايب قلبي. ده حوالي ايه، ده كرات اخضر بيبقى في السوق طبعا، كرات يا حبايب قلبي، وبصله صغيره مش كبيره اهي، بصله صغيره، وحوالي 3 فصوص ثوم في قلب العجينه. وده فول مدشوش بلاه بقالي يوم، يعني بلاه في الميه بقالي يوم عشان يبقى طري والعجينه تبقى ناعمه معاكي وتتهرس معاكي وتبقى كويسه وناعمه معاكي حبايب قلبي. الكوبايه التانية دي فيها ايه، ميه العجينه الطعميه اللي انا كنت بقول لكم انا بحتفظ بالميه اللي بتنزل في المصفى ساعه ما بصفي العجينه، بقول لكم انا بحتفظ بالسوائل عشان بعملها بحطها المره الجايه. دي السوائل اللي محافظه عليها في التلاجة في الميه عشان ايه احطها، بدل ما احط ميه هحط السوائل دي حبايب قلبي. هعبي العجينه، هعمل النهارده العجينه في الكبه اللي هي بتاعه الخلاط، الكبه العاديه. هعبي طبعا ايه الفول في الكبه، هعبي الفول في الكبه واضربه في الخلاط بس انا النهارده هعمل العجينه في الكبه لاني اكتشفت ان الكبه بتنعم العجينه اكتر من الخلاط. فانا هحط كده شويه من الكرات واحط حته من البصله اللي هي بتاعت اللي معانا. حطيت دلوقتي فول، شويه من الفول، شويه من الكرات اللي هو من الكرات، وحته من البصل وفصين توم. هضرب طبعا دول كده، مش هنتقل طبعا على الكبه عشان ما تبص مننا، احنا هنحط شويه بشويه اهو، كفايه قوي كده. وهحط شويه ميه من السوائل دي وهضربها في الخلاط وارجع لكم تاني. هضربها في الخلاط وارجع تاني على طول دلوقتي حبايب قلبي. ضربت العجينه في الخلاط اهي ما شاء الله، بس انا هصفيها بقى مش في المصفى. انا حبايب قلبي لقيت عندي حته شاشه كده اهي، حته شاشه بيضه اهي، هشطف بيها عشان المصفى هتطلع لي، مش هتطلع لي العجينه حلوه، هتنزل نصها من المصفى. فانا فضلت ان انا ايه امسك كده، احط بقى شويه شويه كده في الحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد كده يا حبايب قلبي اهو. افرش كده البتاع دي عندي مخرمه خرومها ضيقه، لان المصفى بصراحه هتلاقيتها هتطلع كتير مني وهتخلق يعني مش هتنفع. فلقيت بصراحه لقيت ايه عندي البتاع دي احط بقى كده على قد شويه شويه كده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. شويه شويه وهعصرهم واحطهم تاني، مش هحط كتير اهو. انا بصراحه لقيت المصفى خرومها طبعا هتبقى واسعه، هينزل مني كتير بصراحه يعني من العجينه خساره. فانا ايه قلت هصفي في شويه شويه كده في البتاع دي خرومها ضيقه، وبعدين مش هطلع الا الميه بس فقط لا غير اهي اهي حبايب قلبي. ما لقيتش عندي طبعا المصفى اللي خرومها ضيقه بصراحه، انا قلت فضل ايه عملتها كده كده بتطلع ما شاء الله، العجينه بتطلع كويسه جدا اهي. شايفين يا حبايب قلبي بتطلع ناشفه في منتهى الجمال اهي اهي ما شاء الله. فانا بصفي شويه شويه كده في القماشه دي، وبعد كده بحط هنا في الطبق. لقيتها افضل واحسن من المصفى، لان المصفى بصراحه هتضر العجينه، هتطلع منها كتير وهتنزل في الميه وكده. فانا عايزه العجينه تنزل بس الميه فقط لغير اللي تنزل، مفيش حاجه غير الميه اللي تنزل. فضلت ان انا اهي القماشه الشاشه حته الشاشه دي خرومها ضيقه، نزل لي الميه فقط لا غير، مش هتنزل لي غير الميه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين العجينه طالعه ازاي ما شاء الله، طالعه ناشفه في منتهى الجمال ازاي ما شاء الله اهي ما شاء الله.
المصفى بقى كانت هتنزل لي نصها في العجينه، الميه كانت هتنزل في الميه عجينه كتير في الميه، فانا عايزه ابص دي ميه بس اهي. المره الجايه هحطها برضو في العجينه في الخلاط اهو. خلص بقيه الكميه وارجع لكم برضو. شايفين يا حبايب قلب العجينه ناعمه ازاي؟ صفيناها اهي ما شاء الله. شايفين عجينه الطعميه؟ الله اكبر، في منتهى الجمال. هحط لها بقى ايه؟ الشطه، فلفل، شويه كربونات. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي احط شويه كربونات صغيرين بساط كده في العجينه اهي. شويه كربونات بساط خالص يا حبايب قلبي، كربوناته اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه بسيطه خالص بس كده كفايه قوي. احط شويه شطه بقى كده، شطه بفلفل اسمر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نقلب العجينه بتاعتنا حلو بقى. دي قلنا ايه؟ شويه كربوناتو وشطه وفلفل اسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلي العجينه ان شاء الله باذن الله دلوقتي ونشوف النتيجه بتاعتنا بقى كده واحنا بنقليها. هجيب الطاسه بقى بتاعتنا كده نقلي العجينه دي عشان نتفرج عليها ونشوفها ما شاء الله هتطلع شكلها ايه. كده حطينا الكربونات وحطينا طبعا فلفل اسمر وحطينا شويه شطه بساط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطيت الطاسه بتاعتنا على البوتاجاز اهي. هقلب بقى العجينه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبل ايدي ميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. احنا هنعملها صغيره مش كبيره قوي، هنعملها وسط كده مش هنكبرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا استفدتوا يا حبايب قلبي من البدايه خالص وانا بعمل الطعميه. تكونوا استفدتوا يا حبايب قلبي. يا رب اكون بقدم لكم يعني مستوى هادف يا حبايب قلبي، واكون في نفس الوقت ضيفه خفيفه عليكم، حابيني زي ما انا حباكم كده، ما اكونش ضيفه تقيله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحاول اسويها كويس عشان تطلع حلوه ومتسويه. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. العجينه بتغني في الطاسه ما شاء الله. انا عايزه اقرب الطاسه كده شويه، اقرب لكم بقى كده شويه عشان تشوفوا ايه الطاسه كويس. اقرب لكم سنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تشوفوا بس الطاسه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص خلصنا العجينه. اخر حاجه معانا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد.
كده نطفي البوتاجاز معانا. طفينا البوتاجاز. الطعمية اهي حبايب قلبي، خلصنا كده الطعمية بتاعتنا هشه في منتهى الجمال اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. نشيل بقى الطاسة بتاعتنا كده دي خالص، ملهاش لازمة. خلصنا عليه خلاص كده. عايزة بقى افرجكم على الطعمية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا 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 كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم يا حبيب قلبي؟ الطعمية اهي خلصنا كده. خلصنا الطعمية بتاعتنا هشة وجميلة وفي منتهى الجمال، ملهاش حل والله العظيم، جميلة جدا. يا ريت بس تكونوا تابعتوني من الاول خالص، من اول ما كنت بعمل معاكم العجينة للاخر. حبيب قلبي الطعمية بقى هشة وجميلة اهي. شايفين اكثر واحدة بقى عشان نشوف بس سخنة بقى، لسه مطلعاها سخنة كلها. هكسر الصغيرة دي اهي عشان دي كانت اخر حتة في العجينة. شايفين الطعمية هشة من جوه ازاي وجميلة ازاي، منتهى الجمال ومنتهى الجمال والله ملهاش حل. طعمها جميل جدا 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 جدا. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايب قلبي ما تنسوش بقى تشتركوا في قناه هاني من البيت. معلش عندي شويه برد مش مجمعه. ما تنسوش تشتركوا في قناه هاني من البيت يا حبايب قلبي بقى عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشتراك كده وسبسلايك كده للقناه يا حبايب قلبي عشان يوصل لكم كل جديد مني. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. كده الفيديو بتاعنا انتهى حبايب قلبي. يا رب اشوفكم بخير وبصحه ويا رب من داخل مصر ومن خارج مصر. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.